في يوم مشرق في البوضة فيها كل مظاهر الطرف والرفاهية وريش النعام، بتصحى بطلتنا من النوم وبتجري بسرعة توضب نفسها وتحط المكياج السريع والخفيف وبترجع تاني على السرير، ووقتها بتصحى بقى بجد من النوم بس وهي فاتحة لايف مع المتابعين والمعجبين وبتقول لهم صباح الخير، دي أنا حبيبتكم بادجت. وزي ما عودتكم كل يوم الصبح نتكلم عن تغيير الشكل للأحسن، لأن المظهر الخارجي هو أول حاجة الناس بتشوفها. فتعالوا نشوف الروتين الصباحي بتاعي، وتبدأ ترد على أسئلة المتابعين اللي نازلة عليها كتير جدا، وطول الوقت عمالة بتنصحهم انهم يستخدموا منتجات فينوم، وده طبعا علشان شغالة فيها. وبعد ما تخلص تقوم تغير هدومها علشان تروح للمدرسة، واول ما تخرج من الأوضة ده بقى العالم الحقيقي بتاعها، عبارة عن شقة ضيقة جدا وباين عليها الحالة المتواضعة، عايشة فيها مع أمها واللي بتحاول دايما إن هي توفر لها كل سبل الحياة، وبتشتغل ممرضة. فبتسألها عملتي إيه النهاردة في الشغل، فبتقول لها سهرت طول اليوم علشان كان عندنا حالات حرجة. بعدها بتلاقي جواب جاي لها بأرباح السوشيال ميديا بتاعتها، واللي بتكون عالية جدا وبتخلي الأم تستغرب منها، لأنه طبعا أعلى من المرتب بتاعها بكتير. ولكن باجي طول الوقت بتحاول تخبي حياتها البسيطة جدا عن أصحابها الأغنياء، وكل يوم بتجري الصبح من عند بيتها لقدام بيت كبير علشان تركب مع أصحابها اللي فاكرين إن هي ساكنة في البيت الكبير ده. ولما بتركب معاهم بيسألوها عن طبق الحلويات اللي في إيدها، فترد عليهم وتقول لهم أنا عاملة الحلويات اللي بيحبها جوردن علشان النهارده بيكون عيد ميلاده، وهروح اعمل له مفاجأة وهو بيصور اغنيته الجديدة وهصور لايف. بنروح بعد كده على برين اللي بتتفرج على اغنية لجوردن برضه، فكاميرون اخوها بيقول لها انت ليه بتسمعي التفاهة دي، فترد عليه وتقول له على فكرة انت غيران منه علشان موجود معاك في نفس الصف في نفس المدرسة، وهو اشهر منك بكتير والبنات بتحبه. فيرد عليها ويقول لها علشان انا الوحيد العاقل في مستنقع الحمقى اللي احنا فيه. وبعد كده بنروح على مستنقع الحمقى اللي هو مدرسة كالي الثانوية، بنلاقي كاميرون قاعد مع نيشا صاحبته الوحيدة في المدرسة كلها، وبيتفقوا مع بعض على رحلتهم اللي هيعملوها في الصيف علشان يدرسوا بره. ده حتى براين واخت كاميرون بتعمل نفسها مش عارفاه في الجامعة لانها بتتكسف منه، بس هو بيهزر معاها وبيحرجها قدام الكل ويفضل يضحك مع صاحبته أنا باجيت. فبتكون وصلت لعند موقع التصوير بتاع جوردن، وبدأت صاحبتها أولدن تصورها وهي داخلة على حبها وبتديله الهدية. ولكن المفاجأة بقى إنها بتلاقيه بيخونها مع واحدة تانية وبتتخانق معاه، بتفضل تشتمه وتحدف عليه الحلويات اللي هي عاملاها له، وكان مظهرها وحش جدا. الكارثة بقى إن كل ده كان بيتصور لايف، كل الناس عمالة بتتفرج. باختصار اتفضحت. فأول ما يحذروها إن كل ده بيتصور فترمي التليفون بتاعها، وتاني يوم بتفضل باجيت في سريرها مش عايزة لا تروح المدرسة ومش بترد على التليفونات اللي بتجيلها، وبتحاول أمها إنها تخفف عنها وتقول لها أنا عارفة إنك زعلانة جدا علشان انفصلتي عن حبيبك وكمان اتدمرت سمعتك قدام الناس وحاسة إن دي نهاية العالم، ولكن لازم تعرفي إن كل ده هيتنسى وهيمر وهترجعي تاني لمكانتك. وبعد شوية بتتصل كوين صاحبة باجيت علشان تطمن عليها، وبتحكي لها عن اللي حصل بعد الفيديو اللي انتشر. ولما بتشوف باجيت حساباتها بتلاقي إنها خسرت معجبين كتير جدا، وكمان اتريقوا عليها واتنشرت فيديوهات وتعليقات وحشة كتير عنها. بس المشكلة إن الكلام ده بيوصل لعند جاسكا صاحبة شركة التجميل فينوم اللي باجيت شغالة فيها، بتعمل لها دعاية. فبتتصل بيها وبتقرر إن هي تفسخ كل العقود معاها علشان سمعتها بقت في الأرض، وبتقول لها لما ترجعي تاني لشهرتك هرجعك لمنصبك وهتاخدي فلوس أكتر كمان. فبتتعصب كده لأنها خسرت سمعتها وفلوسها وشغلها وكل حاجة. وفي المدرسة بقى صاحبتها أولدن وكوين بيتكلموا مع بعض عن اللي حصل، وواضح كده إن أولدن غيرانة من باجيت ونيتها مش صافية ناحيتها خالص، علشان كده بتقول لكوين خلينا واقعيين، باجيت هي ملكة المدرسة وأشهر واحدة فيها، وحبيبها هو ملك المدرسة المشهور، وكمان شغالة مع شركة فينوم الكبيرة، فلازم كل ده كان ينتهي في يوم من الأيام. وفجأة بتوصل عندهم باجيت وبتقول لها هو إيه اللي هينتهي، فيحاولوا يغيروا الموضوع. بس الغريب بقى إنهم بيلاقوا جوردن قاعد وسط أصحابه عمالين يضحكوا ويهزروا، ومش بس كده ده كمان المتابعين عنده زادوا بعد الفيديو. وقتها باجيت بتقول لهم هو ناسي وقت ما شفته أول مرة لما كان شكله بشع جدا وتخين ولبسه مقرف، أنا اللي غيرته وخليته مشهور وكمان وسيم. فبتقول لها أولدن الحل الوحيد إنك تعملي ملك جديد بدل القديم. وفجأة وهما بيتكلموا بيقطع كلامهم بإعلان في إذاعة المدرسة وبيقول حفلة التخرج قربت خلاص ولازم تبدأوا التصويت على ملك وملكة حفلة التخرج اللي عايزينهم يكسبوا. وقتها باجيت بتقول لصاحبتها خلاص أنا عرفت هعمل إيه، هثبت للكل إن أقدر أحول أي شخص علشان يكون ملك حفلة التخرج، وهقدم الملك الجديد في الحفلة الجاية، ووقتها بس هقدر أرجع كل حاجة زي ما كانت. فأولدن بتقول لها حلو جدا بس خلي بالك هيكون في رهان لو ما عملتش الكلام ده. فعليا بتوافق على التحدي وبيروحوا عشان يختاروا الشخص المطلوب، وطبعا عايزين واحد فاشل جدا ومكروه من الكل.
فبيشوفوا طلبة كتير جدا منهم المجرم واللي بيبيع المخدرات واللي منبوذ. في نفس الوقت بيكون صاحبنا كاميرون عمال بيعمل هوايته المفضلة وهي التصوير، بيصور كل حاجة لحد ما يجي جوردن واصحابه ويحدفوا على العصير. لو اخدت بالك كاميرون هو روبي من كوبرا كاي، ولو لسه ما شفتش كوبرا كاي ولا تعرف ايه المسلسل ده اصلا فانت فايتك كتير جدا. لينك المسلسل العظمة ده موجود تحت في صندوق الوصف او ادخل شوفه على القناة. نرجع بقى لكاميرون البائس بعد ما اتهزق من جوردن واصحابه وبقى شكله وحش جدا، وطبعا بادجت واصحابها شافوا اللي حصل كله، ويظهر كده ان هم لقوا الشخص المناسب اللي هيعملوا عليه التحدي. اما كاميرون فواضح كده انها مش اول مرة يتعرض للضرب من جوردن واصحابه، بس هو كمان كان بيتريق عليهم وعلى تصرفاتهم، فكانوا بيحدفوه بحاجة في وشه او يضربوه او يشيلوه يرموه في الزبالة. وتاني يوم بتبدأ بادجت خطتها، بتروح لعند كاميرون واخته برين، وطبعا بيستغربوا عشان دي اشهر واحدة في المدرسة، لكن هي بتقول لكاميرون احنا مع بعض في الفصل وعايزة منك حاجة، احنا عندنا عرض الاسبوع الجاي وعايزك تصوره، مش انت بتصور برضو؟ فبيتريق عليها ويقول لها ايوه انا بصور بس انت مش عايزة حاجة تافهة. وبعد كده بيسيبها ويمشي، ولكن برين اخته بتفضل مع بادجت وتعتذر لها عن تصرفاته، وبتقول لها انا اخته الصغيرة واسمي برين، انا معجبة جدا بيك وزعلانة على اللي حصل لك، بتاسف على اللي عمله اخويا دلوقتي، بس هو مش بيحب الحاجات دي. فبتسألها بادجت امال بيحب ايه؟ فترد عليها وتقول لها ان هو بيحب التصوير بس عمر ما حد شاف صوره، وكمان بيحب الموسيقى القديمة والخيول والكلام ده. في تاني يوم على طول بادجت بتروح الاسطبل وبتقابل كاميرون وبتطلب منه يعلمها ركوب الخيل، فبيوافق ويفضلوا يتكلموا مع بعض شوية، بس هو بيلاحظ انها طول الوقت عمالة بتاخد صور، فبيقول لها هو انت ما تقدرش تستمتعي باللحظة اللي انت فيها من غير ما تشاركي الموضوع مع 1000 واحد؟ فبتقول له اولا دول اكتر من كده بكتير، وبعدين انا بالنسبة لهم موديل بياخدوا نصايحها وبيسترشدوا بيها. وطبعا كالعادة بيتريق عليها بس بيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. وتاني يوم في المدرسة بيكون كاميرون ماشي مع صاحبته نيشا، فتيجي تعزمهم على حفلة في بيت كوين صاحبتها، فعليهم بيوافقوا ان هم يحضروا، او لا صح يعني ان نيشا هي اللي بتخلي كاميرون يوافق. وبعدها كاميرون بيعاتب نيشا علشان وافقت، فبتقول له مش انت بتحب تعمل مغامرات؟ خلاص الحفلة دي كمان مغامرة. وفعليا لما بيروحوا للحفلة بيفضلوا يتريقوا على كل حاجة، خاصة بقى لما سمعوا أولدن وكوين أصحاب بادجت وهم بيغنوا. وقتها بادجت بتيجي تسلم عليهم لكن بيندهوها علشان تغني، فبتروح تغني قدام الناس كلها، ويظهر كده ان كاميرون بدأ يهتم بيها. لكن فجأة بيدخل الحفلة جوردن ومع حبيبته الجديدة، فلما بتشوفهم بادجت بتبدأ تلخبط في الأغنية والناس بتتريق عليها. ووقتها كاميرون بيسأل نيشا عن اللي حصل، فبتقول له جوردن ده كان حبيبها وخانها قدام الكل وأهانها. فبيجري كاميرون على المسرح ويقف جنب بادجت ويغني معاها، فتسترد تركيزها من تاني وتغني معاها، وكل الحفلة تنبسط وكلهم فرحانين ومتفاعلين معاها. اما جوردن طبعا بيتغاظ، واكيد كل الكلام ده متصور والمشاهدات بترجع من تاني، فبتشكره بادجت على ان هو انقذها قدام الناس، وبعد كده بياخدها يوصلها للبيت، فبتحط المحفظة بتاعتها في عربيته كأنها نسيتها يعني علشان تقابله من تاني وتكمل الخطة. بس قبل ما تمشي نيشا بتقول لها على فكرة انا ما كنتش متوقعة انك شخصية كويسة كده، بس خلي بالك ان كاميرون ده زي اخويا بالظبط، فلو بتعملي عليه لعبة او اذيتي مشاعره انا مش هرحمك. وتاني يوم برين واخوها كاميرون بيفطروا مع بعض، وبتقول له على فكرة الفيديو بتاعك وانت بتغني مع بادجت عمل 2.5 مليون مشاهدة. فبيتفاجئ ويقول لها ان الموضوع كله حصل بالصدفة بالنسبة لكاميرون وكمان برين. فبيقطع كلامهم اتصال من بادجت واللي بتقول لهم انها نسيت حاجتها في العربية بتاعت كاميرون وهتيجي دلوقتي علشان تاخدها. وفي الوقت ده جيسيكا بتتصل ببادجت وتقول لها انا شفت الفيديو بتاعك مع الشاب الجديد ده، واضح كده ان هو شاب مميز وليه معجبين كتير. فبتقول لها بادجت لا ولسه لما اغيره خالص ويكون احسن من جوردن بكتير. فترد عليها جيسيكا وتقول لها خلاص تمام، واول ما ده يحصل هتستلمي شغلك من تاني. وبعد كده بتدخل بادجت على بيت كاميرون وبرين وبتلاقيهم بيفتحوا صناديق الهدايا، فبتسالهم منين الصناديق دي كلها، فبيقول لها كاميرون ابويا عايش في السويد وكل سنه بيبعت لنا صناديق هدايا زي ما انت شايفه، فيها هدايا لكل الاعياد اللي عدت وما كانش موجود فيها معانا. فبادجت بتقول لهم على الاقل ابوكم بيهتم بيكم وبيبعت لكم. وبعد كده بتطلب من كاميرون يديها درس تاني في ركوب الخيل، وفعليا بيروحوا يركبوا خيل مع بعض وفي نفس الوقت بيتكلموا. فبتقول له بادجت امتى هتيجي الفرصه وتوريني الصور اللي بتصورها، فبيقول لها ما حدش بيشوف صوري. وقتها بترد عليه وبتقول له اشهر المصورين ما حدش كان يعرفهم لو فضلوا جوه اوضتهم. يمكن الكلام ده هو اللي اثر على كاميرون ويوافق ان هو ياخدها معاه وهو بيصور. وفعليا بياخد الكاميرا معاه ويروحوا على محطه القطر يونيون، وبتندهش جدا من جمال المكان وبتحس ان هو كلاسيك جدا وهادي. وبيبدا كاميرون ان هو يبدع في التصوير، وبعدها بيروحوا يتكلموا. فبتقول له انت هنا مختلف تماما عن شكلك في المدرسه، هناك بحس انك كتوت
توم وانطوائي، فيرد عليها ويقول لها أنا هنا بكون على طبيعتي لأن المدرسة عبارة عن مجموعة ناس خايفين بيحاولوا طول الوقت إن هم يستخبوا في المظاهر الخداعة. فبتسأله عن حياته فبيقول لها أنا عايش مع أختي برين وكمان جدتي، ده بعد ما أبونا سافر للسويد واستقر هناك وأمنا ميتة من 7 سنين في حادثة طيارة فتتأسف كتير. فقال لها أيوة لأنها كانت شخصية رائعة جدا هي اللي جابت لي الكاميرا بتاعتي، وانتي بقى فين عيلتك؟ فترد عليه وتعرفوا إن أمها وأبوها منفصلين عن بعض، أبوها عايش في فلوريدا مع عيلته الجديدة وهي عايشة مع أمها اللي بتشتغل ممرضة وتكافح علشان توفر لها كل حاجة مريحة. بعدها بتجيلها رسالة من صاحبتها واللي بتفكرها إنها عندها حفلة عيد ميلاد تنكرية فبتعزم كاميرون علشان يجي معاها، وفعليا بيوافق بس بيقول لها إن هو هياخد معاه أخته وصاحبته، وتاني يوم بيروحوا يختاروا الهدوم المناسبة للحفلة. وبادجت بتقص شعر كاميرون وبتعمل له تسريحة حلوة، ولما بيخلص لبس بيكون كاميرون بقى شخص مختلف تماما. كلهم بيندهشوا خاصة بادجت، لا وكمان لما بيوصلوا الحفلة كلهم بيبصوا على كاميرون، حتى أولدن صاحبة بادجت مش بتعرفه وبتقول لبادجت في السر كده واضح كده إنك كسبتي. ولكن يا عزيزي نيشا بتسمع الكلام وتسألها، بس دي بسرعة بتحاول تتوه الكلام وتقول لها إنهم بيتكلموا عن حاجة تانية. وفي نفس الوقت بنلاقي جوردن قاعد مع أصحابه وبيحكي لهم عن صدمة حياته علشان حبيبته الجديدة سابته وراحت لغيره، بس كل ده ما زعلهوش، اللي زعله إن أصحابه ما كانوش بيصوروا، وبيفضل كاميرون يصور الناس في الحفلة ويظهر إن هو مستمتع بوقته جدا مع بادجت. لكن جوردن لما بيشوف بادجت بيوقفها وبيحاول يتكلم معاها فبيقول لها أنا آسف على اللي عملته معاكي بس أنا مش قادر أنساكي، تخيلي بقى لو رجعنا مع بعض وكسبنا ملك وملكة الحفلة هنتشهر أكتر ويكون عندنا متابعين وكمان مشاهدات أكتر بكتير. ولكن بادجت بتبعد عنه وبتقول له ما يهمنيش، وبالمناسبة بقى صوتك وحش في الأغاني بتاعتك جدا، وبتمشي وتسيبه. بعد شوية بيلاقي برين أخت كاميرون جاية عليه وبتقول له أنا من أشد معجبينك، وطبعا هو ما بيصدق وبيعزمها على مشروب وياخدها معاه. بعدها بيقوموا رايحين عشان يغنوا كلهم لأولدن، وفجأة بتصرخ برين وهي بتجري على أخوها ومن وراها جوردن، فبيسألها إيه اللي حصل فبتقوله إن جوردن حاول يتهجم عليها. وهنا بقى كاميرون بيهدد جوردن لو قربت ناحية أختي من تاني مش هرحمك، ولكن جوردن حب ياخد اللقطة وقال له يعني هتعمل إيه؟ تضربني؟ فكاميرون قرر ان هو يوقف جوردن عند حده وبيقوم القتال بينهم، واللي طبعا كان بيتصور لايف. بس واضح ان كاميرون كان قوي جدا، قدر ان هو يتفادى كل الضربات بتاعه جوردن ويديله كام ضربه قويه لان هو كان محترف في المعارك وطبعا بيكسب. صاحبنا بيتغاظ جدا وعشان ينتقم بيرمي الكاميرا بتاعه كاميرون في الميه، وده بينط وراها بسرعه عشان يجيبها وبيمشي من الحفله ويسيبها. فبتحاول بادجت ان هي توقفه فبيسالها هو انا بعمل ايه هنا بالظبط؟ ليه بعد 4 سنين مع بعض في المدرسة تاخدي بالك مني دلوقتي؟ ويظهر ان بادجت ما عرفتش تلاقي الرد المناسب، وقتها بتندهها أولدن وتقول لها اصحابك بوظوا لي الحفلة، يا ترى هتنسحب من الرهان؟ ولكن بادجت بتقول لها انا مكملة في التحدي ولسه عند وعدي. فتقوم رايحة أولدن تنفذ خطتها اللي واضح انها بتستعد لها من زمان، وهي انها تروح تتعاون مع جوردن علشان يدمروا بادجت. وتاني يوم الصبح بتبدأ بادجت تعيد حساباتها من تاني وتفكر في موضوع التحدي، ولكن بتوقف تفكيرها لما بتلاقي ان الفيديو بتاع جوردن وكاميرون انتشر وعمل مشاهدات. ده كمان جيسكا بعتت لها بانها شكلها هترجع للشغل من تاني. وفي المدرسة بقى بنلاقي ان كاميرون بدأ يتشهر وسط الكل، لو المفاجأة ان هم رشحوها عشان يكون ملك حفلة التخرج. اما بادجت فبتتفاجئ ان أولدن قدامها ومعاها جوردن ده، وكمان بتكون رشحت نفسها ملكة الحفلة قصاد بادجت وليها متابعين كمان. هنا بقى بتفهم الموضوع كله وبتقول لها معنى كده انك انتي خططتي لكل حاجة من الاول، وانتي اللي كنتي بتصوريني وقت ما اكتشفت خيانة جوردن. فبتقول لها أولدن بكل ثقة ايوه انا اللي عملت كل حاجة، انتي فاكرة انك تقدري تقارني نفسك بيا؟ عمالة تخبي حياتك علينا، احنا عارفين انك فقيرة وامك ممرضة وانك مش ساكنة في البيت الكبير، لكن مرضناش نجرح شعورك. في الوقت ده بقى بتيجي كوين وتحاول توقف أولدن لكن مفيش اي فايدة، فتعتذر لبادجت على اللي حصل وتقول لها انا ما كنتش اعرف اللي بتعمله أولدن. وبعد شوية بيجي كاميرون ويتكلم مع بادجت ويقول لها انا اسف اني مشيت وسبتك امبارح، لكن بعد المدرسة عايزة اوديكي مكان هيعجبك. وفعليا بعد المدرسة بياخدها يفرجها على معرض الصور بتاعه وبيقول لها انا وريتك صور لاني بثق فيكي. وقتها ضميرها بيأنبها فجريت وسابته، وبيروح كاميرون يسأل اخته عن المفروض يعملوا مع بادجت، فبتقوله انت لازم تعمل لها مفاجأة وسط اصحابها. وفعليا تاني يوم كاميرون بيروح يقابل بادجت وسط الناس وبيجيب لها وردة عشان توافق تيجي معاها حفلة تخرج. فعليا المفاجأة بتعجبها جدا وبتوافق على طول، لكن اللي بتبوظ الفرحة أولدن لما بتشوف المشهد ده بتتغاظ جدا وبتقول لبادجت انا اسفة جدا اني هفسد اللحظة الحلوة دي، بس واضح كده انك ما قلتلوش الحقيقة لسه، هو ما يعرفش ان هو
مجرد رهان، فبيستغرب كاميرون ويسأل بادجت ايه اللي تقصده، فبتعترف له بادجت ان كل حاجة من البداية كانت عاملاها تحدي مع أولدن. طبعا الموضوع بيعصبه جامد ويشتمهم ويمشي وتبوظ كل حاجة. وطبعا بتفضل بادجت تحاول تتصل بيه كتير جدا عشان تشرح له الموضوع، ولكن مش بيرد عليها لحد اليوم اللي قبل الحفلة. بتشوفها أمها وهي زعلانة جدا وبتحاول تخفف عنها، وبتقول لها بادجت أنا كارهة نفسي جدا، أنا حاسة إني كنت ببيع حياتي وعمري للناس والشهرة وما كنتش عارفة أعيش حياتي وخسرت اللي بحبهم. فبتقول لها أمها المهم إنك عرفتي كده دلوقتي، ودي مجرد غلطة في حياتك هتصلحيها وترجعي من تاني أقوى بكتير. أما كاميرون فبيكون في الاسطبل مع الخيل بتاعه وهو زعلان، وفي يوم الحفلة الكل بيستعد عشان يروح لهناك، وطبعا كاميرون مش بيرد عليها لسه، فاضطرت إنها تطلب المساعدة من أخته وبتتصل بيها وهي زعلانة وبتعتذر على اللي هي عملته وتطلب منها تساعدها عشان تسترد كاميرون لأنها بتحبه فعليا. وتقوم رايحة برين بالبدلة عند أخوها وبتقول له من يوم ما أمنا توفت عمري ما شفتك مبسوط غير معاها، لازم تسامحها لأنها بتحبك وأنت كمان بتحبها. فعليا بيوافق وبدأت الحفلة وبادجت راحت، وكالعادة بتيجي هولدن علشان تستفزها بكلمتين وبتبدأ الرقصة والطقوس بتاعة الحفلة. وبعدها بيجي ميعاد إعلان ملك وملكة الحفلة، بيختاروا جوردن علشان يكون هو الملك، وبعد كده بيختاروا بادجت تكون هي الملكة. فطبعا هولدن بتموت من الغيظ، ولكن المفاجأة بقى إن بادجت تطلع وهي لابسة تاج وتقول خطاب. طبعا انتوا فاكرين إننا طول الوقت الجميلة الغنية بادجت الناجحة اللي بتعيش كل لحظة، ولكن الحقيقة هي مزيفة. أنا عايشة في مكان فقير جدا، وأمي بسيطة وشغالة ممرضة، وبشرتي مش صافية ولا أي حاجة ومليانة عيوب بداريها بالميك اب. في نفس الوقت بتعرض لهم صور غريبة ليها من غير مكياج، وبتقول لهم كمان أنا في واحد علمني درس مهم جدا، وهو إن المدرسة دي عبارة عن طلبة خايفين جدا وعمالين بيداروا خوفهم بالمظاهر الكتابة، ولكن أنا هبطل أكون كده، بس أنا زعلانة على اللي خسرتهم علشان أتعلم الدرس ده. وبتقلع التاج وتمشي. ودلوقتي بقى بتطلع واحدة تانية عشان تكون هي الملكة، وبتكون هي أولدن على المسرح وهي متأكدة إنها مرشحة تانية للتاج، بس هي بتنزل بكاسفة والكل بيتريق عليها عشان هي أصلا مش مرشحة للتاج، واللي بتفوز هي واحدة تانية. أما بادجت فبتخرج تلاقي كاميرون جاي عليها بالحصان بتاعه وواقف بيقول لها أنا لسه جنبك وما خسرتنيش ولا أي حاجة. فبتوعده بادجت من دلوقتي إنها هتكون على طبيعتها وهتسيب المظاهر الكدابة، لكن بيقطع كلامهم اتصال من جيسيكا اللي عايزة ترجع بادجت للشغل من تاني. ولكن دلوقتي بقى بادجت بتقفل في وشها وبتقرر إن هي ما تشتغلش معاها من تاني، وبكده بيروحوا يعملوا مغامرات كتيرة مع بعض ويسافروا لأسبانيا وفرنسا وبيصوروا ويعملوا فيديوهات ولايف مع المتابعين بتوعهم. أما بالنسبة للرهان اللي هي خسرته فهي قد العقاب وبتعمل وشم على كتفها بإنها فاشلة. المهم إنها فرحانة وبكده ينتهي الفيلم، ولكن لسه المتعة ما انتهتش. عندنا